أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع سأرد فيه على المستحمر ذو الفقار المغربي الذي لا يفقه في كتبه شيء. وإن شاء الله سنستخرج له من كتبنا ومن كتبهم أننا مأمور بكتاب الله وسنته. فهو صعد مع عفير يستهزئ كأنه جاء بأقوى إلزام، وكأن أهل السنة والجماعة ما عندنا حديث كتاب الله وسنته. سنرى، نسمع المقطع ثم نسمع الرد. ذو الفقار، جبت لك سند الحديث الصحيح. كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، الحديث رقم 1455 صفحة 86. أي كتاب كتاب؟ أحكام الخزعبلات لتزوير الإيميلات. شفتم كيف يتكلم؟ هو أنه واثق من نفسه أن أهل السنة والجماعة على الله مقامهم ما عندهم حديث عن النبي يقول اتبعوا سنتي. هو يظن هذا، بينما يا أحبة أقسم بالله هذا أجهل ما رأته عيني. لا يفقه لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. وأنا سأستخرج له نصوص من كتب الشيعة أن النبي أمرهم باتباع السنة، قال لهم باتباع الكتاب والسنة في كتب الشيعة برواية صحيحة. وأنا أزيدك يا ذو الحمار، حتى إن لم تكن موجود أحاديث أو روايات عن النبي باتباع السنة، فكتاب الله يحثنا على اتباع السنة. فكتاب الله مملوء بالآيات التي فيها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ستطيعه؟ وخير دليل، وأتحداك تفسر هذه الآية التي دائما نتحدى بهم النكرانيون الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فأي شخص عاقل تقول له كيف نرد التنازع إلى الله، سيقول لك إلى القرآن. وكيف نرد التنازع إلى رسول الله؟ نحتاج إلى السنة يا بهيمة الأنعام، نحتاج إلى السنة. والسنة حتى أعلمك في كتبنا وفي كتبك هي كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. فقول النبي سنة، وفعله سنة، وسكوته سنة. ومنهم من أضاف في أهل السنة والجماعة صفته الخلقية والخلقية، يعني كيف كان يتعامل مع الناس، أوصافه. أنت ما تعرف هذا، أنت فقط مسترزق. أنت حتى نهج البلاغة قلت عنه كتاب سني، لما ألزمك الشيخ عبد الله رشدي أعطاك إلزام في نهج البلاغة، قلت له تحتج علي بكتاب سني. الآن سنذهب يا أحبة إلى الروايات في كتبنا وفي كتبهم. هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثنا الضحاك ابن مخلد عن ثور عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن عرباض ابن السارية قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. اسمع يا مستحمر، بوم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح سلف الكلام عليه ورجاله ثقات. بم. فعليكم بسنتي، وزيدك: وأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين
سنة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أول حديث صحيح. يلا أتحداك الضعف. قال فعليكم بسنتي. هذا كتاب مجموع الفتاوى لشيخنا شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه. هذا المجلد 20، الصفحة 309. شوف وقد ثبت في حديث صحيح، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أنت تقول لهم أتحدى السنة، يأتون بحديث صحيح في كتاب الله والسنة. أنا سأتيك من كتبك إن شاء الله. تعلم هذا كتاب صحيح الجامع الصغير والزيادة لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني، نفس الحديث. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها إلى آخر الحديث. حديث صحيح، حديث صحيح، ابلع، حديث صحيح. هذا كتاب أروى الغليل في تخريج أحاديث المنار السبيل للشيخنا الألباني. جاء بالحديث قال قوله في حديث العرباض وغيره والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، قال الحديث صحيح. ثم هنا قال فعليكم بسنتي وسنة نفس الحديث. شوف ماذا قالوا هذا حديث، عندي لك سبورة حتى تفهم يعني. وقال حديث حسن صحيح. وقال البزار حديث ثابت صحيح. وقال ابن عبد البر حديث ثابت. وقال الحاكم صحيح ليس له علة، وصححه. شوف وله طريق ثالثة، طريق آخر يرويه شوف طريق آخر يا مستحمر. يرويه عبد الله بن علاء بن زيد عن يحيى بن أبي مطاع قال سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول، فذكر بنحوه دون قوله وإن عبدا حبشيا. وله طريق رابع. شوف الطريق، شوف جي كم من طرق. وقلت هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير سعيد بن ختيم وهو صدوق كما في التقريب. له 4 طرق هذا الحديث. لا تستطيع لا أنت ولا غيرك يضعف هذا الحديث. حتى لا تتبجح على تضحك على المستحمرين المغاربة وتقول لهم ما عندهم حديث كتاب الله وسنتي. يلا أتحدك الضعف. ضعف. هذا كتاب صحيح سنن ابن ماجه، باب سنة الخلفاء الراشدين المهديين عن عرباض بن سارية، نفس السند ونفس الكلام. فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم إلى آخر. قال حديث إيش؟ شوف خدر عيونك، حديث صحيح. يلا أزيدك يا مستحمر. هذا كتاب مستدرك على الصحيحين الجزء الأول كتاب العلم، الصفحة 181. وأخبرنا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأنا عباس بن فضل الأصفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخبرني إسماعيل بن محمد بن فضل الشعراني ثنا جدي ثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع في من سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا
يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. إيش؟ كتاب الله وسنة نبيه. أعيد عليك. قال إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن كل مسلم أخي المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من ماله أخيه إلا من أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد احتج البخاري بأحاديث أكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر روايته متفق عليهم. وهذا الحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق على إخراجه في الصحيح. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم. قال في التخليص ها هو الكتاب وله أصل في الصحيح. يلا ردها علي إن استطعت. نعطيك آخر وثيقة. هذا كنز العمال. هذه الأحاديث كلها صحها الألباني. خلفت فيكم شيئا لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. صححه الألباني. قال تركت فيكم شيء لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي، حتى هو صححه الألباني. الآن سأذهب معك إلى كتب الشيعة ونرى هل عندك مثل هذه الروايات ولا لا، حتى نعلمك. تعلم، خذ الوثائق. هذا كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول لعلامتك المجلسي، كتاب فضل العلم الجزء الأول صفحة 230. الحديث الثامن صحيح. شوف السند، اقرأه جيد بعينك. اقرأ 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 اقرأ. قال إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله. صحيح. وعندك أيضا الحديث عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي النصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قال من أتى الله بما أمر به من طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوجه الذي لا يهلك. وكذلك قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. حديث صحيح. يلا. هذا كتاب شرح نهج البلاغة. ما تقول، لا تخرج أمام الناس وتقول نهج البلاغة لكتاب سني لابن أبي الحديد. ابن الحديد شيعي معتزلي متشيع. شوف هنا أمير المؤمنين يشرح آية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال فردوه إلى الله أن نحكم بكتابه، وردوه إلى الرسول أن نأخذ بسنته. يلا أزيدك. هذا كتاب مرآة العقول، كتاب فضل العلم الجزء الأول الصفحة 203. حديث الرابع صحيح. علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو السنة. الكتاب هو كتاب الله. السنة ما هي يا ذو الحمار؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن مأمورون باتباع السنة. الأولى أن نتبع السنة. فدور الصحابة ودور أهل البيت هم نقل لنا الكتاب والسنة. هم أن ينقلوا لنا ما رأوه من النبي أو ما سمعوه من القرآن. كما يا بهيمة الأنعام أن الله عز وجل أمر نساء النبي بتبليغ الدين، بتبليغ ما أنزل في
بيوتهن من القرآن وما رأوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. أما أنت ما عندك أمر إلهي باتباع 12 معصوم، ولم يأمر الله عز وجل أي معصوم بتبليغ الدين، فمن هم إذا زوجات النبي صاروا معصومات لأن الله عز وجل أمرهن بتبليغ الدين، إذا صاروا معصومات. بالله عليك، ولا آية تأمر أئمتك بتبليغ الدين. وقلت لك أنت لا تبقى في كتبك شيء. خذ لك، شوف نعلمك يا بابا، نكبر لك الوثيقة، والله نتكلم معك من فراشي وأنا مريض. هذا كتاب بحار أنوار، الحديث الثاني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظرة، وقال إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قد كثر علي الكذاب وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أتاكم حديث فاعرضوه على الكتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله والسنة فخذوا به، وما خالف كتاب الله والسنة فلا تأخذوا به. يلا، شفتي كتبك؟ قلت لك أنك لا تفقه في كتبك شيء. روح شوف نهج البلاغة واش كتاب سني ولا كتاب شيعي، ثم رد على أسيادك. هذا كتابك ميزان الحكمة. شوف، الحث على لزوم السنة، قل هذا كتاب سني حتى نضحك فيك الشيعة. شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. المصدر الكافي، الجزء الثاني، الصفحة 85. شوف بالمصادر، هذا في الكافي، هذا إيش رقم 1 في الكافي، الجزء الأول الصفحة 9. الحديث الثاني: الإمام علي عليه السلام قال: طوبى لمن وسعته السنة ولم ينسب إلى البدعة. المصدر نهج البلاغة، الحكمة 122. اللي بعده: هذا إمامك زين العابدين عليه السلام: إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل. مصدر الكافي، الجزء الأول الصفحة 80. اللي بعده: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. هذا في كنز العمال. زيد: قال عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل عبادة شر ثم تصير إلى فترة، فمن صارت شرته عبادته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي فقد ضل. ثم إلى أن قال: فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني، كما قالها على علي في رواية عندك صحيحة، لما في تفسير لماذا تحرمون ما يا أيها الذين آمنوا لماذا تحرمون الطيبات ما أحل الله لكم، فقال عن علي: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كله. وأنه قال عنه عليه الصلاة والسلام: صاحب السنة إن عمل خيرا قبل منه وإن خلط غفر له. وعندك وما روي في أخذ الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلفت فيكم شيئا لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ونفس الحديث: كتاب الله وسنتي. كتبك، هذا كتاب شيعي وليس كتاب سني.
الشيعة رد شافي كافي حتى نوريك تستهزئ بكتبنا. مزور الإيميلات، مزور الإيميلات مدمركم، اهتدى على أيديه كثير من الشيعة، فجزاه الله كل خير. وأتحداك أن تقبل مناظرته. هو قال لك يحاورك في مسألة فدك وأرض أو غضب فاطمة، لماذا رفضت؟ يلا نتمنى أنا نسوي عليك شيء مغربي ونشوف المناظرة ونشوف مستواك، لأنك تعرف مستواك. والله لن تستطيع مع الشيخ وليد إسماعيل صبرا، يخليك ساعة في الجحيم. ساعة المناظرة يخليك ساعة في الجحيم، ويخليك أرض فدك، قناة فدك تخدم معك، كلهم يرسلون لك في التليجرام. نحن نعرف يعني أنك فقط يأتيك الكلام جاهز وأنت تطرحه فقط، يعني ما عندك شيء. أكتفي معك بهذا. أنا الحمد لله رديت عليك على كتاب الله وسنتي من كتبنا ومن كتبك، وأنا سأكون في شوكة في حلقك وفي حلق كل متشيع مغربي. أنتم خونة عملاء، والمغرب ضد التشيع ملكا وشعبا، ولن نقبل التشيع، وسنبقى نحاوركم إلى أن نموت. أقسم بالله أنني مريض وأرد عليك في فراشي. هذا حسوب، وهذه وسادة هنا، حتى تعلم أننا لو يبقى فينا عرق ينبض سأرد، رغم أن الطبيب قال لك فترة راحة. مستحيل أسمعك أنت ترمي شبهة وأسكت. طيب يا أحبة، لا تنسوا أخوكم من صالح الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.